ومصر في المقام الأول يهمها الجيش السوداني، ما يهمهاش أي قوات تانية غير معترف بيها دوليا. وكمان مصر عايزة تقضي على الخلافات اللي حاصلة في السودان، ويعود الجيش السوداني والحكومة ويتقلدوا مقاليد البلاد، عشان يبقى ده ظهر أو سند ليك في قضية سد النهضة. وسلامة الأراضي السودانية مهمة جدا لأمن مصر القومي. زي كده في ماتش الكورة لما الفريق بيبقى متأكد وواثق إن حارس المرمى الخاص بيه بفريقه حارس قوي ويقدر يصد كويس، اللعيبة بتنطلق وبتلعب وبتهاجم بشكل شرس جدا. اللي حصل في السودان بالتحديد يا صديقي إن فجأة لقينا إن الجيش السوداني بدأ بيتراجع للخلف، وبتحل محله قوات حميدتي أو قوات الدعم السريع. وفي الجزئية دي استغلت قوات الدعم السريع إن هي تقدر توصل أو تضمن وصولها السريع للخرطوم. ودي كانت كارثة، لأن استيلاء قوات الدعم السريع على الخرطوم العاصمة بيعني سقوط